يا صباح العسل، يا صباح السكر، يا صباح الفل. عم الجنايني جالكم النهارده. صباحكم فل، صباحكم عسل. ما تجيبش حاجه خالص، ما تجيبش اي حاجه، ما توضحش اي حاجه. الوقت يا جماعه مفيش احلى من البساطه والحياه البسيطه. حاجه بسيطه هنعملها النهارده، ولا احلى مكان في الساحل الشرير وعلى قد الامكانيات وببساطه. ازاي بقى يا نشوه؟ النهارده اتفرجي على الفيديو، بقول لك اهو. اللي مش هيتفرج على الفيديو النهارده ويعمل لايك للفيديو ده بس هعمل منها ورده. عشان انا بقول اهو. هتعملي ايه بقى؟ هنعمل ساحل شمالي شرير وطيب. لا خليناش شرير، هنعمل الساحل الطيب في بيت نشوه. احنا ناس جامده بس محدش عارف بقيمتنا. هنعمل الساحل دلوقتي، يلا بينا. اللي عايزه تروح الساحل ما تروحش، تيجي تصيف هنا. هدلعكم. نسمي بالله ونصلي على النبي عشان هوريكم النهارده احلى حته تصيفي فيها يا بنتي يا نشوى. بصوا حاجات بسيطه عندك في حته قد ايه هنعملها مصيف. والله مفيش مستحيل، احنا معانا مفيش مستحيل. ابسط الاشياء تدلعي بيها نفسك وتعملي بيها لبيتك وولادك حاجه حلوه يتبسطوا بيها. بص طبعا هو البلاط عشان عليه جبس واسمنت وحاجات عايز مره في مره يتمسح بقى ان شاء الله وخلاص. الكراويت ده الكراويت مش هتعرفي عليه. الكنب البلدي ده اللي هو الكنب، يعني كنب كده ايه هحطه عامل. اللي هسمعه بيقول ده كرويت فلاحي هنفخه. بصوا انا هعمله معامله الركن، يعني هحطه كده زي حرف ال، وانتوا برضو لو ليكم وجهه نظر احطه جنب بعض الاثنين عادي، بس قلت عشان نتجمع احنا ايه نبقى جنب بعض كده جنب حرف ال. هو السيراميك نوعين عشان ده كان بلاط وده كان بلاط، يعني ايه نوع تاني. بصوا فرحانه بدغر الترابيزه دي ما هيش بتاعتهم يعني، بس ايه حطيتها لقيتها واطيه قوي فهحطها في حته تانية اصبروا. المرجحه كمان اللي كانت عندي كمان ايه زقتها كده، هي اتبقعت عايزه لها كسوه غير اللون الاحمر ده لانها اتوسخت، فدي عايزه ابقى اعملها على ايدي كده، خيطها على ايدي هتبقى حلوه ان كان عليها دهانات. يا سلام شفتوا بقى فرحانه، شوفوا المكان بدا يحلو ازاي. لا لسه كمان كان عندي النجيله اللي كانت على السطح جبتها، الحاجات اللي كانت على السطح كلها جبتها وجبت النجيله وهفرشها هنا، بس بلمع تحتها، هلمع تحتها كده عشان تبقى مفروشه على حته نظيفه، لان في مفاجاه جباره 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 دلوقتي هتشوفوها. هتشوفوا حته مفاجاه احلى من السواحل كلها اللي احنا هنروحها. قعدت لمع كده ومنظف كده وريحته حلوه، بس ما بجيبش على الزرع بدل ما كبتش ميه فبحط منظف عادي، بعدين ما بجيبش ميه ناحيه الزرع، لكن لو بعمل بقى بميه وخرطوم وكده ما بحطش منظف عشان الزرع ما يموتش. كنت انا اصلا ماسحه الصاله وشايله السجاد حطاه في جنب وهدخله دلوقتي انه هتيجي تدخله. يعني النجيله بقى كانت عايزه تتنفض تنفيضه حلوه قوي، بس انا ما قدرتش بصراحه. يعني طبعا لونها هتغير شويه بس ان شاء الله هتبقى حلوه، اما اكب عليها شويه ميه هتبقى خضره وجميله وحلوه عشان هي قديمه يعني وكده، بس هتبقى حلوه والله. هتبقى رغم ان هي قديمه وبسيطه بس هتبقى قاعده جميله هتعجبكم جدا. نانو بقى كانت واقفه تساعدني، قلت لها خلاص خشي انت بقى فرشي السجاد وانا هفرش انا المشايه اللي هنا. كانت الارض اللي جوه نشفت فعشان كده فرشت السجاد. وعايزه اقول لكم بقى ايه، يعني في حنفيه اصلا في الجنينه، يعني انا المفاجاه اللي انا محضراها لها، يعني في حنفيه اساسا في الجنينه للزرع ورا الكنب ده خرطوم في حنفيه. الشلت دي كانت عندي برضو جبتها حطيتها، ولقيت الترابيزه دي قلت تبقى لايقه عليهم واطيه كده على الارض هتبقى حلوه. بصوا انا ماشيه معاكم واحده واحده اهو تقولي لي رايكم فيها بصراحه. تعديلات نحط كنبه مكان كنبه، هي نانو مش عاجبها مكان المرجحه، نانو عايزه المرجحه تبقى في المكان ده اللي انا واقفه فيه دلوقتي. بس انا بقى عامله حاجه تانية، ده كده بيتباع المتر ب25 وب30 جنيه. ده بيتحط تحت السجاجيد وبيتحط في الجوامع، بيخلي كده طبقه يعني فلافي كده اللي هي ايه طبقه كده ايه من الفبر كده، ما تبقاش الحاجه على البلاط على طول. في ناس بيحطوه تحت السجاد مش عارفه ليه، وفي ناس بيحطوه في المساجد برضو عشان اللي هيسجد وكده. فايه رايكم بقى في المفاجاه دي؟ حطيت بسين زي ما انتوا كده شايفين في النص كده لسفيان يجي يلعب بيه. هو مساحته مش كبيره يعني، هو مساحته صغنطوطه بس هيحبه جدا. والكرسي ده كان مره علي جايبولي بس بايظ يعني، حتى بعد ما نفخته رجع هبط تاني. دكتور الاسنان يجي كده ويجي كده. فعايزه بقى اشوف هو مقطوع من حته ولا حاجه يتلحم ولا يتعالج ازاي مش عارفه، بس ايه كان شكله حلو قلت اعمله شезлونج كده واحطه مكانه. بصوا حاجات والله حلوه كده يعني تحلي المكان كده والعيال يتبسطوا فيه رايكم بقى شيزلونج وبسين ومرجحه وهيصه، ولا اجدعها ساحل عشان تبقوا انتوا عارفين.
لا انا بقى متوقعه لما سفيان يجي هيتبسط بيه. عمل بقى ما البتاع ده كان بيتملى وكده، قلت اخش اعمل حاجه حلوه واحنا قاعدين بقى. قلت هعمل كيكايه، كان نفسي ببرتقان، كنت قلت هجيب برتقان وانا نسيت. انا بحب الكيكايه الساده تبقى بالبرتقان مش ساده او كاكاو وشوكولاته، وعلي مش بيحب كاكاو، فانا قلت بقى هعمل كيكايه ساده عشان ايه ناكل منها كده نفطر بيها. انا كنت حاطه الدقيق اللي على البوتاجاز دي المعالق القديمه بتاعتي، بس انا ما عنديش تربو فهبقى اشتري تربو ان شاء الله، فايه حطها كده جنبي عشان لو اخدت معلقه ولا حاجه. بس طبعا الكيكه السهله بتاعتي اللي انا متعودين ان انا بعملها اللي هي 3 بيضات، حطيت عليهم شويه زيت، ما عنديش سمنه، حطيت عليهم شويه سكر، وهحط عليهم شويه لبن وحاجات الكيكه البسيطه خالص يعني. بس كان نفسي بقى في معلقه سمنه، انا نسيت اشتري سمنه، فكنت عايزه بقى احط فيها معلقه سمنه بتديها طعم حلو، بس والله العظيم كانت طعمها حلو يعني، كانت جميله برضو مش وحشه. وقعدت ادور بقى على مقص عشان اقطع بتاعه ازازه اللبن، مش راضيه تتفتح خالص، ايدي مش عارفه تفتحها، مش ايدي لا يعني كانت جامده كده. فقمت اقطعها من الجنب واحطها في التلاجة، يا رب ما تملش وتقع وتتكب يا رب في التلاجة، والنبي يا رب ما تملش وتقع في التلاجة. الوقت كنت بكلم مين، كان بتاع الالموتيل، شباك الالموتيل كان فيه جزء كده عايز يتعدل فيه، فاجى بتاع الالموتيل عدلهولي الحمد لله. اي حاجه بسيطه كده لسه ما اتعملت، حاجات بسيطه خلاص بيجي حد يعملها لي. اللي عندي لسه مش بسيط، اللي هو يعني اللي هياخد بقى مصاريف، ان السطح اللي انا عملته سطح ده، السطح اللي امير اعمل فيه اوضه عايز يدهن، كان معمول جبسن بورد ومكان الجبسن بورد عايز يدهن. فدي اللي لسه بقى، دي اللي انا شايله هم بقى صناعيه يطلعوا وينزلوا بقى وكده، بس مش بس لازم عشان يعني يبقى شكلها حلو. انا عملتها جبسن بورد فمكانها عايز يدهن دهان، فدي اللي لسه ناقصه بس ان شاء الله. وحاجات اللي هي الحاجات البسيطه دي الحمد لله بقت مظبوطه زي الفل يعني، الحمد لله متاقلمين والحياه حلوه وبسيطه كده. تحسي ان انت في الحياه بسيطه هاديه يعني، ما اعرفش ليه، مش عارفه ليه حاساها حياه بسيطه هاديه كده، فاهمين؟ عملت بقى كيكه كده زي ما انتم شايفين، حطيت شويه دقيق ودهنت الصينيه زيت، ونلم بس الحاجه اللي حوالين الباسكت، عايزه باسكت فكروني شوفوا الحاجات اللي قلتها بقى اكتبوها في ورقه وقلم. نشوى احنا فاكرين يا نشوى لسه في باسكت؟ عندي باسكت بره بس انا حطاه على باب الشقه من بره، قالت لي ماما سيبيه هنا عشان لو حد فينا نحط حاجه. شغلت الفرن، اما رجعت كده للفرن اللي هو البوتاجاز العادي بتاعنا والفرن العادي، ببدأ اتأقلم شوية على النار بتاعته، لان انا بوتاجازي الفرن بالكهرباء، فالفرن اللي هو بالنار دي ما عنديش من زمان. بس والله ما في احسن من الحاجة البلدي بتاعتنا البسيطة، الفرن البوتاجاز الصغير والله جميل وغازه حلو وبيعلي النار يعني. انا حاسة ان الحاجة بتتشعوط مني عشان لسه مش اخدة على النار بتاعته، فاهمين؟ الكيكه كده طلعتها من الفرن ما اخدتش وقت والله، وطلعت جميله وحلوه. وقمت عملت كده كوبايتين شاي وقطع الكيك كده زي ما انتم شايفين. لو كان بالبرتقال بقى كان هيدي له لونه اصفر وريحه حلوه، بس والله كانت حلوه ريحتها حلوه. الكيكه اللي باللبن والفانيليا دي بتبقى طعمه. كوبايتين شاي بقى وحطيت عليهم شويه قرنفل، تقعدي بقى تاكلي بقى حبه شاي بقى بحته كيك في الجنينه بتاعتك وتدلعي وتبقي بصي يعني ملكه الزمالك والله العظيم. حاجات بسيطه حلوه ازاي. نعم نعم، ده هنا حاجه زي الفل. ايه رايكم بقى في القعده بتاعتنا بقى؟ بصوا الجمال، بصوا الحلاوه، بصوا الشياكه، بصوا الجمال، حاجه قشطه. تعالوا بقى اقعدوا خدوا الترويقه بتاعتكم عند نشوى. يعني اللي يجي هنا هعمل اليوم ب 100 جنيه للفرد، الفرد ب 100 جنيه. عندك حضرتك هتستخدم بسين، هعمل لك حته كيك، كوبايه شاي، ربنا رزقك عملت شويه مكرونه وبانيه، وعندك حبه قطط حواليك، حبه كلاب يعملوا لك سيمفونيه، مدلعكوا اخر دلع. ملوش لازمه تصرفوا فلوسكم في الفاضي وتروحوا ساحل شرير وساحل طيب. اهو الساحل جبته لكم، تنزل تستخدم بسين مع كيك. العرض عباره عن بسين وكيك وكوبايه شاي. ولو فضلت قاعد معانا الغدا هغديك والله يعني، انا هون عليا بذمتك كمان. هو عرض وحش؟ عرض وحش جميل والله يا اولاد. انا هفتح هنا قريه نشوى، وكان معكم القرى السياحيه الساحل الشرير والطيب بتاع نشوى. هتنزل الساحل معانا الفرد ب 100 جنيه، هتنزل بسين تطلع تاكل حته كيك وكوبايه شاي. ولو انت قاعد معانا الغدا هعمل لك طبق مكرونه بحته بانيه. والله انا بقول عرض يعني اقوى عرض قرى سياحيه. تنزل بسين نشوى، البسين ده مين اللي هينزل فيه؟ والله ده السفيان والنانو يعني، حلو قوي يتدلعوا فيه ويطلعوا ياكلوا لهم حته كيك ويشربوا لهم حته شاي. وعملنا ساحل وعملنا مصيف من ما فيش، حاجات بسيطه كده، ودلع العيال ودلع الدنيا وعيشوا كده واتبسطوا يا اولاد. الحياه حلوه، حلوها فوق عشان تحلووا في عينكم.
تعالوا اشربوا معايا شاي وكيك. تعمل ايه؟ ها؟ تعمل ايه؟ انا البتاع ده هو صاحبني كلب؟ كل شويه يجي ينادي عليا حاساه جعان كل يوم، فايه هو متعود مني ان انا اكله، فالوقت ده ميعاد الفطار بتاعه فبفطره لانشو والمصحف. طب احذفي له واقف اهو. اهو انا اتاخرت عليك معلش. احنا اسفين. انا اسفين. اصل والله العظيم ان انا بنت نفسها في حته لانشون بس ما اديتهالهاش. اهو يا بيض اهو. انت بتحبي اللانشون؟ عشان النهارده هعمل لك لحمه مفرومه. في عندي بقى دلوقتي في 3 قطط وده الذكر الكلب بتاعهم، ده الراجل اهو. انت شبعت؟ ده شو التين والزيتون؟ ها؟ التين والزيتون. دي التين ودي الزيتون. ها؟ بس انا بجد يا نشا اول مره اعرف قيمه نفسي ان انا معلم كده. كون ان السور اللي انا عامله ده يا جماعه يشيل نشوه، يبقى انا كده والله العظيم نجار محترم. يسيل نشوه؟ ليه يا اخويا نشوه؟ انت كنت قاعده فوقه. كم طن مثلا؟ لا ما وصلش لطن، هم 170 كيلو. فكون انك تشعبط فيه وكده، انا نجار ماليش حل. ما تخلينيش اقوم مش هلعها لك كده بس واقول الفلوس لهم ده ان انا انت برسم. نجار اي كلام. مين ده؟ اقسم بالله انا والله العظيم سور ما تعرف تعمل ايه. تسلم ايدك. الله يسلمك. ربنا يبارك لك في صحتك وعافيتك وفي رزقك. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ايه رايكم الساحل بتاعي؟ ساحل ده ولا مش ساحل؟ مش لازم نشحطط يعني. ساحل اهو. جبنا للعيال يقعدوا يبلبطوا في الطشت ده، ونقعد هنا نشرب شاي. تعالوا هنا نشرب شويه شاي، نقعد هنا العيال يتمرجحوا. حاجه كده قولوا لي بسيطه بس حلوه هتبسط العيال. تبقى قاعده هنا سهرانين، العيال يبلبطوا هنا. عايزه اقول لك اوعي تعملي ده في بيتك. البتاع ده ممكن يكون عايز وزن ولا السقف ما يشيلش. انا عشان هو بس في الارض وكده فعملتها. اوعوا تعملوها في بيتكم الا لما تسالوا، عشان انا سمعت قالوا ان ده بيبقى تقيل على الوزن. دي حاجه. الحاجه الثانيه الميه دي حرام نترمى. انا بس يعني لما العيال يبلبطوا كده نبقى نسقي بيها الزرع كده يعني ما ايه. بس قولوا لي ايه رايكم بجد. حطيت البسين هنا والبتاع كده الشезлونج ده ونفسي كده اجيب زحليقه لسفيان اللي هي او العيال اللي بيلعبوا. تعالوا نقعد وهنا نقعد نشرب شاي بالكيك، وهنا القعده بتاعتنا، وهنا المرجيحه، وده المطبخ والشفاط اللي شغال ده الشفاط، عشان نخش نعمل غدوه حلوه. غدوه تليق بالقعده دي كده، اكل كده يشبع. سفيان جاي شويه كده، نفسي اشوف رد فعله ايه لما يشوفوا ميه. هي حته صغيره على فكره، يعني السمك بتاعها صغنطوط، يعني هيلعب فيها ان شاء الله حلو. حته صغنطوطه كده يلعب فيها بقى. ايه رايكم؟ انا فرحانه بيه قوي، فرحانه بالجو الحلو ده. جو بسيط، جو حلو. عارفين نلبس البوصه تبقى عروسه، بس هي مش بوصه، هي عروسه اهي. إيه، ما حدش بقى يقعد يقول ايه ده جراج. إيه، لا احنا خليناه حاجه حلوه. مكان هو عملنا فيه كنب وقعدات وقعدنا بسين وبتاع وقعده حلوه. بحب الحاجه الدنيا تحبك. عملت قريه في قريه سياحيه للبسين والمصيف. عملت قريه مصيفيه. ايه رايكم؟ نسكت على كده خلاص. قعدنا بقى واكلنا وفطرنا وقعدنا. قلت اخش اعمل الغدا النهارده. نعمل غدا حلو وبسيط وسريع ومش هياخد مننا لا وقت ولا مجهود ولا بتاع، بس بياكل. يتحط في التلاجة حتى لو ما اكلتهاش ساعه الغدا فقط، لا ياكل لك في اي وقت، يعني تاكليه في اي وقت. امير فين يا علي؟ ما تخشش يا امير، ما تبصش يا امير، ما تبصش. تعالوا يا ولاد نعمل مفاجاه لامير، نشوف هيقول ايه. نانو خشي يا نانو كده. بصوا يا ولاد ايه، كنت عامله مفاجاه لامير ورجعت لكم تاني. قشرت كده البطاطس وقطعت كده البتنجان، وايه بقى اللهم صل على النبي زي ما انتم شايفين كده. هعمل ايه؟ مسقعه. قلت هعمل صينيه مسقعه بتبقى حلوه، بتتاكل بالعيش، العيال يتعشوا بيها، ياكلوا بيها، يتغدوا بيها، بتبقى حلوه. حد جاي، حد عايز اكله سريعه وحلوه، بتبقى طعمها جميل وحلوه. بتنجان كده يبقى محطوط في التلاجة وبطاطس، وانا ولادي يحبوا الحاجات دي جدا، وانا بحبها بصراحه الحاجات اللي تاكل دي. فقلت بقى ايه، كنت عامل مسقعه واقلي جنبها بطاطس. قلت لا احنا متعودين نعمل مسقعه بالبتنجان بس، احنا مش متعودين نعمل مسقعه نحط فيها بطاطس بصراحه. مسقعه بتنجان بس.
قلت لسه هقعد اقلي بطاطس لوحدها، انا هحطها كلها البطاطس في البتنجان كده في حبه لحمه مفرومين، وتضربي ده كله ببعضه بشويه صلصه وتدخليهم الفرن ياخدوا لون، وتقعدي تاكلي بقى ايه يا سلام. في اكلتين انا احبهم تاني يوم، المسقعه والباميه. الباميه كده لما تحطيها في التلاجة لتاني يوم وتسقعيها يا سلام عليها، والمسقعه لما تحطيها لتاني يوم راح تعملي لك سندوتش، تجيبي لك حته بتنجان كده على رغيف، بتبقى جميله. والمسقعه البلدي اللي هي بالخل والثوم كده من غير لحمه برضو بتبقى جميله، بس دي انا هعملها لهم بشويه حته لحمه مفرومه صنطوطه، تدي طعم حلو، هياكلهم كده وتبقى حلوه. حطيت عليها قرنين فلفل شطه، قرنين فلفل حامي، قرنين فلفل اخضر كده. بصوا انا ركبت بقى المشترك اللي هيشبك بين الشفاط والبوتاجاز، عشان البوتاجاز اشعال والشفاط يشتغلوا مع بعض. قعدت بقى كده ايه، قطعت البطاطس واخدها اغسلها هي والبتنجان وانقعهم شويه ميه وملح، وبعدين اكون سخنت شويه زيت، اقليهم بقى في الزيت، مفيش نص قليه كده 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 يتسبكوا في التسبيكه بتاعه المسقعه، بتبقى طعمها خطير حلو قوي. وانا اساسا كمان كنا بناكل المسقعه من غير ما ندخلها الفرن قوي يعني. وانا مش من الناس اللي تحب المسقعه بالبشاميل، يعني انا مش دماغي المسقعه بالبشاميل دي، لا حاجه جديده يعني، ما حبهاش. قعدت كده اقلي البطاطس واشيلها احط البتنجان، وجنبي قلت ايه بالمره وانا واقفه اعصق حته اللحمه. انا كنت جايبه طبقين لحمه مفرومه، الطبق نص كيلو، طبق نص كيلو هاخد بس نصه، مش هاخد الطبق كله، عشان هي يعني يا دوب هي طعم اللحمه بس، ما نكترش فيها لحمه يعني، مالهاش لازم تبقى حلوه يعني ربع كيلو، حطها تقريبا بربع يعني، تقريبا هتشوفوا الكميه هتعرفوا. قليت كده شويه بصله، وبحب احط في التومه بحب احط في الصلصه معلقه توم. شلت بقى كده البطاطس، اللهم صل على النبي، وحطيت بقى البتنجان وقعدت احمر كده وانا واقفه. ما اخدتش مني الاكله دي وقت، عمال يعني لما طبعا من غيرت هدومي بقى وكده، ونضفت بقى من التراب والمسح والارض والحاجات دي، كانت المسقعه خلصت والله، ما اخدتش معايا وقت. بصوا ده الطبق النص كيلو، اخد نصه بس يعني اهو، او يمكن اكتر من نصه بقى، ما اعرفش يعني وزن قد ايه. المهم يعني اخدت حته لحمه مفرومه واتبقيت حته. لما البتنجان والبطاطس خلص، هحط بقى مكانه على طول الصلصه، اسبك شويه صلصه. في ناس ما بتسبكش الصلصه بتحطها عليها على طول، لكن انت ما تسبكي لها الصلصه بتبقى جميله برضو. عصه كده اللحمه كده مع نفسها، وبعدين احب احط على اللحمه برضو شويه معلقتين صلصه كده، اكنك بتعملي بشاميل، بتبقى جميله واكله حلوه، واكله يا ولاد والله تشبع. والاكلات الحلوه دي الخفيفه دي بتبقى في الصيف جميله. بس انتوا ايه رايكم؟ ايه رايكم في الجنينه؟ بجد عجبتكم؟ والله العظيم عجبتني جدا ومبسوطه، بس يعني هموت واعرف رد فعل سفيان هيبقى ايه، يا رب يتبسط بيها. مش عارفه البانيو ده هل هو عملي ولا هيتقطع، ولا عشانه مش غالي يعني فهيبقى، مش عارفه، معرفش، هجربه. ولو طلع حلو بقى اقول لكم هاتوا منه، بس خلي بالكم عشان السقف والحاجات دي ما يبوظش عندكم السقف والحاجات دي. بصوا بقى زي ما انتم شايفين كده عملت ايه. حطيت بقى اللحمه المفرومه، اللهم صل على النبي، وهنزل عليها بالطماطم اللي احنا سبكناها. احنا في بيتنا بنعمل المسقعه من غير بطاطس، وبنحط البتنجان طبقه تحت وطبقه لحمه مفرومه وطبقه في النص فوق بتنجان، يعني زي البشاميل رقات كده. لكن انا حطيتهم كلهم فوق بعض كده لان الصينيه كبيره ومفروده، ما عنديش هنا صينيه صغيره غير الصينيه اللي عملت فيها الكيك. هنولع بقى الفرن كده ونشغل الشوايه، وايه تتسبك كده مع بعضها بقى كده، وتاكلي احلى صينيه مسقعه ممكن تاكليها في حياتك، طعمه كده وجميله وتستاهل بقك. والله العظيم. بص بقى احط شويه، اولع على شويه زيت، احط عليها شويه شعريه، ونحمر بقى ونعمل شويه رز كده. فضلت خلقه شويه رز بالشعريه. انا بصراحه كنت عامل رز بالشعريه على اساس ان هدي هتيجي، انا كنت عايزه اكل مسقعه بالعيش، بس ولادي بقى قلت لهم الامهات كده اللي بتحب تعمل رز، بتحب تعمل مكرونه، حتى لو انت مقتنعه ان اكله العيش حلوه في الحر، بس شويه رز وشويه مكرونه العيل ياكلها تحس ان هو سندة قلبه. كلام بلدي صح، تحس ان العيل شبع كده لما اكل ايه لقمه رز. انا هحط لهم الرز، اللي حابب ياكل رز هو ياكل، واللي حابب ياكلها بالعيش ياكلها. بصوا الجمال. عايزه رغيف عيش مقمر بقى. مكان القلي يبقى البوتاجاز كده ايه نظيف، هو عايز يتغسل طبعا، بس ايه مؤقتا، بحيث ان انت تيجي تطبخي عليه حاجه يبقى زي الفل. بصوا الرز ايه اهو، شويه رز بالشعريه. انا عامله حله صغيره ليه؟ لان هي اساسا المسقعه دي تتاكل بالعيش، انا جايباها عشان ناكلها بعيش. المصايف والعيال
عايزين له كل شويه سندوتش برنجان سندوتش بتنجان كده ياكلوا ويشبعوا. بصوا كمان، بصوا المسقعه عامله ازاي، خطيره خطيره. ده عايزه رغيف قطمه عيش، هجيب عيش واجي. شويه مسقعه جايه من السقعه. المسقعه دي عايزه الجو المصيف ده، شويه الحر ده، عايزه صينيه مسقعه، رغيفين عيش بلدي جايباهم من الفرن، طبق حاجه حادقه كده. بصوا عامل ازاي، يجري الريق. والله شويه بقى عصير يرطب، شويه حاجه ساقعه ترطب. محدش يقول لي كانت عايزه شويه بطاطس مقليه، لا، ما المسقعه دي بالبطاطس المقليه. اي نعم انا بحبها بالعيش، بس قلت يعني العيال بيحبوا لقمه رز كده تسند قلبهم، عايزين ياكلوا رز ياكلوا، انا عن نفسي هاكل عيش. بصوا بقى، الصلاه على النبي. بس بقى شويه مسقعه في الحر ده باللحمه المفرومه. انا قلت باللحمه المفرومه ولا ما قلتش؟ قلت. تضربيها كده اهو، فيها بطاطس ولحمه وبتنجان اهو، مع حته كفته او قرنبيطه. والله الحر ده ما عايز غير لقمه عيش كده، لا عايز رز ولا مكرونه، عايز عيش ومسقعه واكل على السريع، عصير حاجه ساقعه، حاجات من اللي بترطب. الدنيا حر. بصوا يا ولاد، انا قلت اجيب ايس كريم، بس الايس كريم يجي سايح. ده ايس كريم مانجا، شكله شبه الخوخ، مش عارفه. بصوا سايح اصلا، سايح، بس هنحاول يعني نقعد كده ناكل شويه ايس كريم بره في الحر ده. هو ده تشكيل ايس كريم، تشكيل. نقعد ناكل شويه ايس كريم. انا جبت ايس كريم يا نانو. القعده اللي بره دي عايزه بصراحه هي عايزه دلع. والله الصوت ده شفاط كنت ناسيه، سلام. والصوت التاني مروحه. نانو حاجه ترطب على القلب بعد الغدا. ايس كريم ومعلقه الايس كريم. تعالوا بينا بقى الايس كريم وانا قاعده على البسين. بناكل ايس كريم واحنا قاعدين على البسين. والله لا طعم ولا مانجا ولا خوخ ولا طعم واحد، بس حاجه ترطب كده. ده ايس كريم، هتشاركني كمان في الايس كريم؟ مش جاي. احنا بقينا اصحاب، بس باكله اكل مطبوخ، ما بحطلوش حاجه نيه. بيقولوا لما تحطوا حاجه نيه يسترع، يسترع ايه. اكل الكوبايتين. تعالوا يا ولاد والله، تعالوا اقعدوا معانا، تعالوا والله. القعده حلوه، القعده ناقصه، هي ناقصه اللمه بس، لان القعده ناقصه زحمه ولمه بقى وهيصه، وبنحمر مكرونه ونحمر بطاطس، ويا بنت عملت سندوتشات. ولاد قوموا نبل الترمس عشان نعمل ترمس. قوموا الكسل والله ما يجيبنا ورا. تعالوا نبل الترمس، قوموا تعالوا نبل الترمس يوم ولا اتنين كده، وبعدين نسلقه بقى واتفرجي على حلاوته. احنا قاعدين كده نملح شويه ترمس، مفيش احسن من الحاجه اللي في البيت تعمليها. تعالي بصوا يا ولاد، انا لقيت عندي هنا ترمس، كيس ترمس كنت انا جايباه قبل كده زمان، بس انا مش عارفه نوع الترمس ايه. ده ترمس بس وده ترمس بس، احطهم على بعض يطلع بقى زي ما يطلع. انا هعمله هنا في الحله الكبيره عشان انا هسلقه في الحله دي. كنت عايزه احط عليه شويه حمص، احط عليه شويه حمص ولا احط الحمص لوحده؟ قولوا لي احط الحمص لوحده ولا عليه. بصوا شويه حمص واحد ليه، اغسلهم وانقعهم في ميه، وبكره اغير عليهم الميه واسلقهم. لا انا انقعهم مثلا ساعتين 3 واسلقهم واسيبهم ابقى اغير عليهم الميه بعد السليق. يلا بينا. بعد ما خلصنا الغدا وخلصنا القعده هنا جميله. تعالوا كده بصوا، قعده هدوء حلوه والله، قعده بسيطه بس جميله والله. انا حباها جدا يعني، انا حابه الجو ده، الزرع والكنب الحلو ده،
والمرجحه الحلوه دي، وقاعدين كده اهو. العيال قاعدين حواليا، وسفيان جاي في الطريق، كان نفسي يجي من بدري يلعب ويبلبط براحته، بس لو اجي هخليه يبات عشان يصحى يلعب في البسين براحته. والبتاع ده جميل قصير كده واطي، فمش هيضايقهم. وقاعدين بقى مع بعض. بقول بشجع ان انا اقول لها يا نانو امي اقعدي فيه يا نانو، تقول لي يا ماما ايه ده هقعد فيه لحد ركبتي مش راضيه. قاعده مستنيه الولد سفيان يقعد فيه كده يلعب بيه يفرح به. ونانو عماله بعد والله ما اتغدينا دخلت عملت. نانو ايه ده يا نانو تعالي كده وريني. احنا اتغدينا، مش هحرق الفيديو ولا حاجه، احنا اتغدينا وشبعنا، ودي عايزه تجرب حاجه، هي مش جعانه. الفيديو قول لهم على الفيديو يا ماما معلش. قال لهم روحوا اتفرجوا على عالم نانو، هتلاقيها عامله اختراعات تجارب. احنا متغدين وشبعانين اصلا. بس يا نانو هي مش وحشه. ايوه طعمها جبنه ما هي جبنه جبنه جبنه. عندي حته منجايه شويه كده نقطعها. اكلتيها 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 اكلتها. محدش يسيب اكل تلاجتي، محدش يسيب. اسمعوا مني، انا كل مره احنا ننزل نجيب الحاجه بالعدد، تسيبي حاجه في التلاجة، عارفه انت لو لفيتي وشك كده ترجعي ما تلاقيهاش. البيت كله حراميه، البيت كله حراميه. بس انا فرحانه بالجنينه. انتوا فرحانين بيها زيي؟ والله فرحانه بيها قوي. حاسه ان انا عملت حاجه حلوه جميله وبسيطه وتاخد كده وتشيل من الحبايب كده، اللي عايز يمدد هنا اللي عايز يقعد، حلوه وهاديه. يلا اسيبكم عشان تشوفوا انتوا وراكم ايه. تصبحوا على خير. ولو سفيان اجى وانا بمنتج الفيديو هصور لكم رد فعل سفيان. ما لحقتش هنزلها لكم بكره ان شاء الله، بس انا عارفه ان رد فعله هيتهبل عليها ان شاء الله. امير هو راح فين؟ السلام عليكم. ايه رايك بقى؟ جايبه لك بقى حته بسين قد اللي معلش هيكبر في يوم من الايام. هيكبر في يوم من الايام. عايز انزل دلوقتي. ماشي. الميه يمكن تعلى كمان فوق. لا حلو قوي كده، بياخد ميه كتير قوي، حلو قوي كده. انا جايباه عشان ايه يعني؟ ايه تقعدوا كده تلعبوا فيه وسفيان يجي يتبسط. حلو مكانه الجنينه دي برضه. بجد؟ شفت لما حطيتي الحاجات دي؟ امير لسه جاي من الشغل دلوقتي يا حبيبي، والله ربنا يعينه يا حبيبي. لا والله العظيم حلوه بجد؟ والله حلو، بس احنا مربط كده قدام الناس. لا ما هو مفيش حد هيعرف يبلبط، هو انت يا دوب تقعد كده كأنك قاعد منقوع. تشط. يلا انا انزل. هتنسى حجه عشان تستحمل. لا هيقع يا نانا، فين يقطعوا. وصلوا الفيديو ده ل 10000 لايك وانزل بسنس. ما ان شاء الله عنك منزل. حلو. هما سؤال بيقولوا كمان هتنزل تبل لي كعب رجلك. يلا يلا يا بندقه. جاي في اكل عاملين اكل. يا سلام يا اخويا، يا سلام اللي طالع دماغك وسط الزرع انت بقى. ورده قاعد وانت ورده. ايوه جمازه. جميزه. لا يا اخويا ورده. بس يا بت ما تزقيش. بس معلش خلاص. بصوا دي خناقه. انا حاطط المفرش اللي تحت ده 10 ميه. عشان انت قلت لي كده. جدع، حابب اقول لك انه ملوش لازمه. والله ملوش لازمه. تحت من تحت. ما انا اعمل ايه عشان ما يبوظش البتاع يتقطع قبل ما سفيان يجي. سايبه كل حته حط تحته من تحت. تخاف يتبل من تحت؟ لا مش انت قلت لازم يبقى تحته ماشي حاجه؟ حوالين عشان امشي يا امين لازم تعترض عليا، ده انت عيل رخم. يلا عشان جوعت بقى. اجيب لك تاكل يا حبيبي.